كنا بنقول ان غياب اي لاعب عن النادي الاهلي عمره ما هيأثر في النادي الاهلي، انما غياب امام عاشور اثر جامد في نص ملعب النادي الاهلي الصراحه. بعد غياب امام عاشور قوه نص ملعب النادي الاهلي قلت النص. لما لاعب زي محمد مجدي قفشه يلعب مكان امام عاشور يبقى نقول البقاء لله على نص ملعب النادي الاهلي. نسيبنا بقى من امام عاشور وندخل على حاجه تانية انا مستغربها جدا. ازاي يكون فريق كامل ما يكونش فايق فيه غير لاعب واحد فقط لا غير هو احمد سيد زيزو؟ يعني النادي الاهلي لو ما كانش احمد سيد زيزو كان زماننا مغلوبين في اول جوله في الدوري المصري، وقصاد مين؟ مودرن سبورت اللي المفروض كان يهبط الموسم اللي فات. زيزو المهاجم الوحيد اللي لعب المباراه قصاد مودرن سبورت، وباقي مهاجمين النادي الاهلي ما جوش المباراه اصلا. زيزو صنع هدفين، زيزو عمل 4 فرص اتسجل منهم هدفين. زيزو اللاعب الوحيد اللي كسب كل الثنائيات وكل كراته الطوليه كانت صح. ده حتى يا جدع الكرة اللي جت في العارضة كانت من عرضية زيزو، يعني الكرة دي لو كان جت كان زيزو عمل 3 اسيستات، يعني كان طلع بهاتريك اسيست. يعني فريق كامل طول ال 90 دقيقة ما عندوش راجل عنده ميزة تخلي النادي الاهلي يسجل اهداف غير احمد سيد زيزو. فلو فضلنا على المستوى ده ربنا يسترها بقى على النادي الاهلي. بس كده، يلا سلام.